تعبد المغاربة كباقي سكان الكرة الأرضية عبر التاريخ بديانات كانت أقرب إلى الخرافة وإلى عبادة الأصنام كما كان في الجاهلية، كما كانت المغارات والجبال والصخور محط عبادة، وهناك من قدس الماء باعتباره مخصبا ومطهرا ومصدرا للحياة، وهناك من جعل له أربابا وربات واختار لها أسماء خاصة، فيما تفيد روايات أن شمال إفريقيا كان مهد معظم الآلهة الإغريقية الرومانية، وأن السكان اقتبسوا العديد من المعبودات والعادات الشرقية والفرعونية خصوصا. ثم اعتنق المغاربة الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية، إذ تفيد الوثائق أن المغاربة اعتنقوا الأولى وحافظوا على استمرارها منذ 2000 سنة، بينما ترجع أولى الإشارات المسيحية في المغرب إلى القرن الرابع الميلادي. اختلفت المعبودات الوثنية في أرض المغرب، كان المغرب أحد أكثر بلاد الإمبراطورية البيزنطية تنوعا من حيث الدين، فكان قسم من سكانه وأغلبهم من البربر وثنيين يعبدون عددا من الآلهة أو عناصر الطبيعة مثل السماء والشمس والقمر والنار. دخل الإسلام إلى المغرب عام 680 ميلادية على يد عقبة بن نافع إبان الفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا، وكان هذا الأخير يعمل قائدا عسكريا لدى الأمويين في دمشق، وخلافا لأقاليم وبلدان المشرق العربي لم يكن فتح المغرب بالشيء الهين، حيث استغرق الأمر أكثر من نصف قرن من 646 ميلادية إلى 710 ميلادية. بعد الانتهاء من فتح المغرب واعتناق جل المغاربة للإسلام، ظهرت بوادر انفصال هذا الإقليم عن الخلافة بالمشرق، وهي الرغبة التي تحققت عقب تأسيس أول دولة إسلامية بالمغرب، تمثلت في الدولة الإدريسية التي أسسها حفيد الرسول الشريف إدريس بن عبد الله عام 788 ميلادية، بعد أن حل بالمغرب الأقصى فارا من موقعة فخ قرب مكة عام 786، فاستقر بمدينة وليل، حيث احتضنته قبيلة آوربة الأمازيغية ودعمته حتى أنشأ دولته. بعد الأدارسة عرف المغرب تعاقب العديد من السلالات الشريفة المسلمة في حكمه، والتي حرصت جلها على نشر الإسلام في غرب ووسط أفريقيا وصولا إلى الأندلس في إسبانيا، التي بقيت إسلامية لأكثر من 8 قرون، حتى سقطت في يد الصليبيين الذين احتلوا مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما انتقاما من المغرب.